سأتلو على مسامعكم وأستسمحكم لأنني لن أقرأ من دواويني، وإنما سأقرأ بما سيصدر قليلا، وهو ديوان موسوم بغراميات صامت، وهي عبارة عن شعارات كافية. بدوني إلا قبلتين ساقي مكسور، لا تحملني إلا خطوتين إلى الوراء. تلك خريطة فرضت علي حدودها، أو فرضت علي حدودها عهود ماضية وعقود حاضرية. لماذا المنادات؟ واليقين لديك كتلك الأساور تحبس معصميك بأنني لن أعود إليك، لا مكرا ولا كرها، لكن من سمو الحلول في الغرام. لماذا المنادات؟ لماذا المنادات وكل كلي ونصفي وحتى جزئي يحملني ملايين الأميال بعيدا عنك؟ بطر أم جبينة بيد ترتعش كما قلبي الآن؟ لماذا المنادات وكل منا في آخر النفق مرابط، وكأننا جنديان يحرسان سجنا فارغا. يطول الانتظار في قوقعة الصمت، تتحول المنادات إلى مناجاة، وبعدها لا شيء. صمت ثقيل، نفق الحب داخل النفق كبيرا. وكنا صغارا نلعب في كف الحي، نرفس الأرض نقبل السماء، فيأفل النهار وقد لبسنا ثوب الغبار. هكذا كنا نودع أحلام اليوم، ونرسم في عتمة البيت أحلام الصباح. كنا صغارا وكانت أحلامنا بحجم دمانة. مبتورة الأطراف، ريحة ستحمل بعيدا فتلات أمل، فتنمو قصرا أو كوخا صغيرا بضاحية المدينة. كنا مثل الصبار نقف هنا وهناك ملء القفر ولا نعطش أبدا. كنا مثل الصبار نقف هنا وهناك ملء القفر ولا نعطش أبدا. ونزهر مرة كل حول، والعبرات مثل المطر تنحت الأخاديد في وجوهنا، تحفر عميقا تجاويف الحزن فينا. كنا نجري في شرايين الحي تحت المطر، نلعب بالحجر ولا ضجر.